حل واجب تانية ثانوي Unit 1 Part 1. سؤال رقم 1 بيقول volunteers اللي هم المتطوعين encourage community members اللي هم أعضاء المجتمع to participate in local charity projects. local charity projects دي اللي هي المشاريع الخيرية المحلية. ماشي، فالمتطوعين بيشجعوا أعضاء المجتمع إن هم يشاركوا في المشاريع الخيرية دي. الرقم 2 they invite يعني يدعو neighbors اللي هم الجيران to join the community clean up event to include everyone. بيدعوا الناس ان هم يحضروا الايفنت ده علشان يبقى متضمن كل الاشخاص. سؤال رقم 3 students from different cultural backgrounds يعني خلفيات، يبقى الطلاب من مختلف الخلفيات اللي عندهم خلفيات حضارية مختلفة. diverse يعني مختلفة، بيجلبوا diverse ideas يعني أفكار مختلفة to the discussion للمناقشة دي. سؤال رقم 4 honesty اللي هي الصدق and hard work والعمل الجاد are highly valued يعني ذو قيمة، يبقى هم ذو قيمة عالية in very successful company في الشركات الناجحة. 5 there is fierce competition يعني منافسة شرسة، يبقى fierce competition يعني منافسة شرسة among students for top grades ما بين الطلاب اللي هم بيجيبوا أعلى الدرجات اللي هم top grades. 6 people celebrate يعني يحتفل، يعني الناس بتحتفل their cultural heritage بالتراث الثقافي بتاعهم through ceremonies and expeditions. سؤال رقم 7 volunteers help the local community. الفولنتيرز اللي قلنا المتطوعين بيساعدوا اللوكال كوميونيتي يعني المجتمع المحلي by organizing events بان هم ينظموا ايفنتات and supporting families ويدعموا العائلات ودعم العائلات، يبقى supporting دعم. 8 hesitant and shy children often need encouragement to participate actively. طيب التردد والخجل الأطفال، هو بيقول hesitant and shy children، يبقى الأطفال الخجولة والمترددة often غالبا بنيد encouragement بتحتاج ان هي شجاعة to participate actively بان هي تشارك بفعالية بفعالية. 9 volunteers المتطوعين often show empathy دايما بيظهروا تعاطف او عطف. empathy يعني عطف when helping victims of natural disasters لما امتى بقى؟ لما بيساعدوا الفيكتيمز اللي هي ضحايا ايه؟ الناتشرال disasters اللي هي الكوارث الطبيعية. 10 the business environment is highly competitive يعني بيئة العمل اللي هي بيئة البيزنس is highly competitive يعني تنافسية بشكل كبير، يبقى البيئة دي تنافسية requiring constant innovation and planning بتحتاج constant يعني دائم innovation and planning يعني تخطيط وابتكار دائم. 11 citizens are encouraged to participate in local elections and public meetings. الcitizens اللي هم المواطنين are encouraged اتشجعوا أو متشجعين to participate إن هم يشاركوا in local elections يعني انتخابات local محلي، يبقى انتخابات محلية و public meetings والاجتماعات العامة. 12 أبو هريرة was not companion of Prophet Muhammad for his knowledge. يبقى أبو هريرة كان companion يعني صحبة أو رفيق. طيب يبقى أبو هريرة كان رفيق للنبي for his knowledge لمعرفته. respected يعني محترم، فهو كان محترم أو جدير بالاحترام للنبي محمد for his knowledge لمعرفته.
طيب سؤال رقم 13. inclusive playing grounds. inclusive يعني شامل. playgrounds اللي هي الملعب. encourage students to cooperate يعني الملاعب اللي بتبقى شاملة بتشجع الطلاب to cooperate ان هم يتعاونوا with each other، ان هم يتعاونوا مع بعض. students who ignore يعني يتجاهل. الطلاب اللي بتتجاهل الهومورك deadlines يعني الوقت المحدد ان انت تسلم فيه الهومورك بتاعك. يبقى homework deadline اللي هو الوقت المحدد للتسليم. face penalties يعني بيواجهوا عقوبات from teachers يعني المدرسين بتاعتهم بيعاقبوهم. 15 companies الشركات aim to create ان هي تبتكر new products، تبتكر او تنتج new products منتجات جديدة that meet customers needs effectively. meet customer needs يعني منتجات جديدة بتلبي احتياجات العميل، يبقى الكاستمر اللي هو العميل. meet needs يعني تلبي احتياجات. 16 parents يعني الوالدين have responsibility يعني مسؤولية. هم عندهم مسؤولية ان هم to provide food، ان هم يوفروا الطعام والشلتر اللي هو المأوى and education to their children لأطفالهم يعني. سؤال رقم 17 بيقول leaders must guide their teams with clear instructions and proper support. يعني يجب على القادة توجيه فرقهم بتعليمات واضحة. يبقى guide يعني توجيه أو إرشاد بتعليمات واضحة ودعم مناسب. proper support يعني دعم مناسب. 18 police officers must identify suspects quickly to prevent further crimes. يعني يجب على ضباط الشرطة اللي هم المين police officers must identify يعني يحدد هوية شخص. طيب identify suspects اللي هو المشتبه بهم بسرعة لمنع جرائم أخرى. crimes يعني جرائم. 19 teachers encourage students to be friendly toward the classmates to maintain harmony. يعني المدرسين بيشجعوا الطلاب ان هم يكونوا friendly يعني ودودين اتجاه الكلاسميتس اللي هم زملاء الفصل بتاعهم to maintain harmony علشان يفضلوا في تناغم او انسجام. سؤال رقم 20 the team must prepare for emergencies with proper drills and procedures. يعني يجب على الفريق الاستعداد. prepare يعني الاستعداد for emergencies للطوارئ من خلال ايه؟ تدريبات. drills يعني تدريبات and procedures يعني اجراءات. طيب سؤال رقم 21 بيقول doctors must treat patients with respect and provide proper medical care. يعني الدكاترة او يجب على الاطباء معاملة treat يعني يعامل أو معاملة patients المرضى with respect بالاحترام and provide proper medical care وإن هما يوفروا رعاية طبية مناسبة. سؤال رقم 22 She gained a lot of experience by volunteering and community service projects. يعني هي اكتسبت خبرة كبيرة من خلال التطوع. يبقى gained a lot of experience يعني experience خبرة، يبقى هي اكتسبت خبرة كبيرة من خلال التطوع في مشروعات خدمة المجتمع. سؤال رقم 23 successful projects المشاريع الناجحة require teamwork. يبقى بتتطلب المشروعات الناجحة العمل الجماعي. يبقى teamwork عمل جماعي و mutual trust يعني ثقة متبادلة and close cooperation وتعاون تعاون وثيق يعني ان هم يتعاونوا بجد. سؤال رقم 24 The company's inclusive approach ensures no employee feels left out. يعني بيضمن نهج الشركة. يبقى inclusive يعني بيشمل أو يضمن.
يبقى بيضمن نهج الشركة الشامل. سوري، inclusive يعني شامل. سوري انا غلطت. inclusive يعني شامل. يبقى بيضمن نهج الشركة الشامل ان مفيش موظف يحس ان هو مهمش. ماشي. سؤال رقم 25. Promoting fairness in society helps reduce conflicts and build trust. يعني تعزيز العدالة. يبقى fairness اللي هي العدالة. يبقى تعزيز العدالة في المجتمع بيساعد على تقليل الخلافات أو النزاعات وبناء الثقة. build trust إن احنا نبني ثقة. سؤال رقم 26. Every student should feel that they belong to the school community. يعني يجب أن يشعر كل طالب إن هو بينتمي. يبقى belong يعني ينتمي إلى مجتمع المدرسة. school community اللي هو مجتمع المدرسة. يعني كل طالب لازم يحس كده إن هو مندمج في المدرسة اللي هو فيها. 27. Volunteers often help improve their community. يعني غالبا بيساعد المتطوعون على تحسين المجتمع. يبقى their community يعني تحسين مجتمعهم. سؤال رقم 28. Respecting elders is a valued quality in every civilized society. يعني احترام كبار السن. الالدرز اللي هم كبار السن. احترام كبار السن صفة مقدرة. valued يعني مقدرة. valued quality يعني صفة مقدرة في كل مجتمع متحضر. يبقى civilized society يعني مجتمع متحضر. 29. The festival will include performances from many talented young artists. It will be amazing. بيقول ان المهرجان الفestival هيشمل عروض. يبقى will include. يبقى will include يعني سوف يشمل performances عروض أو تقديمات from many talented young artists من الفنانين الشباب الموهوبين. ماشي. وسيكون مذهلا. it will be amazing. سؤال رقم 30. Companies benefit from workforce diversity to encourage creativity and innovation. بيقول ايه؟ ان بتستفيد الشركات من تنوع القوى العاملة. يبقى الورك فورس اللي هي القوة العاملة. طيب workforce diversity يعني تنوع القوى العاملة. يبقى الكمبانيز benefit بتستفيد from workforce diversity من تنوع القوى العاملة to encourage creativity لتشجيع الإبداع والابتكار. الإبداع اللي هو innovation. سؤال رقم 31. The company aims to value sustainable practices for long-term benefits. بتهدف الشركة إلى تقدير الممارسات المستدامة لتحقيق فوائد طويلة المدى. يبقى the company aims to value بتهدف ان هي تقدر sustainable practices اللي هي الممارسات المستدامة sustainable practices for long term benefits لأرباح طويلة المدى. يبقى benefits أرباح. 32. Schools often organize outdoor activities on the playground to encourage exercise. يعني الشركة بتنظم في الغالب المدارس schools. المدارس بتنظم أنشطة خارجية. يبقى outdoor activities يعني أنشطة خارجية on the playground في ساحة اللعب أو الملعب. يعني علشان يشجعوا to encourage exercise علشان يشجعوا التمرين. يشجعوهم ان هم يتمرنوا. طيب سؤال رقم 33. loud noises اللي هي يعني الأصوات العالية أو الضوضاء and distractions والحاجات المشتتات. الحاجات اللي بتشتت can confuse يعني يربك. دي بتربك people trying to concentrate and work.
اللي هم بيحاولوا يركزوا في الشغل بتاعهم، يبقى دي بتسبب لهم دي بتconfuse البيبل، دي بتربكهم او بتوترهم. سؤال رقم 34. She tried، هي حاولت to solve، ان هي تحل the conflict، الصراع between her friends، ما بين اصدقائها with patience and wisdom، بالصبر والحكمة. 35. volunteers، المتطوعين can join community project، يبقى المتطوعين يمكن ان هم يجوين يعني ينضموا للكوميونتي بروجكتس، مشاريع المجتمع to gain experiences، علشان يكتسبوا خبرة and help others، ويساعدوا الآخرين. طيب 36. she was chosen، يعني هي اختاروها أو تم اختيارها، يبقى she was chosen، يبقى ده passive، تم اختيارها. to lead، علشان تقود the school's charity campaign، الحملة الخيرية للمدرسة this year، العام ده أو السنة دي تم اختيارها. 37. parents caring can positively impact the children's emotional and social development، يعني رعاية الوالدين parents caring بيمكن ان هي تؤثر ايجابيا في النمو العاطفي، اللي هو الايموشنال العاطفي and social development والاجتماعي. طيب 38. every sport presents a unique challenge، يعني كل رياضة بتمثل تحدي فريد. يبقى unique challenge يعني تحدي فريد من نوعه that tests physical and mental strengths، ده بيحدد ايه او بيختبر ايه الفيزيكال and mental strengths، القوة البدنية والعقلية، البدنية اللي هي physical and mental اللي هي العقلية. 39. teachers encouraged mixed approach يعني المعلمون شجعوا اتباع اسلوب مختلط، يبقى mixed approach يعني اسلوب او نهج مختلط in teaching في التعليم. combining theory and practical activities، جمعوا بقى ايه combining يعني بان هم يجمعوا بين النظرية اللي هي theory and practical activities والأنشطة العملية أو التطبيق practical activities. سؤال رقم 40. judges must evaluate contestants fairly according to the competition rules، يعني يجب على الحكام تقييم، الحكام اللي هم judges must evaluate ان هم يقيموا المتسابقين بعدل fairly، بعدل according to the competition rules، وفقا لقواعد المسابقة. rules يعني قواعد، مسابقة اللي هي competition منافسة أو مسابقة. 41. every student deserve a fair chance، يعني كل طالب بيستحق فرصة عادلة fair chance يعني فرصة عادلة to show their talents and skills، علشان يظهروا موهبتهم ومهاراتهم اللي هم talents and skills. 42. هنا في الأسئلة دي عايز يعني هو عايز الكلمة اللي تعرفها ده، يعني هو جايب لك نقط بيقول لك means all people are included no one is left out، بيقول لك كلمة معناها ان كل الناس، ان هي بتشمل كل الناس، مفيش ولا واحد مستبعد. ايه الكلمة اللي هي معناها كده؟ اللي هي inclusive معناها شامل، يبقى inclusive means all people are included، كلهم متضمنين او مشتملين no one is left out، ولا واحد مستبعد. طيب 43 نفس الكلام، ايه الكلمة اللي معناها means different backgrounds cultures or abilities within a group، يعني ثقافات مختلفة وخلفيات مختلفة or abilities أو قدرات مختلفة within a group في مجموعة. يبقى diversity، طيب diversity إن هو التنوع، يبقى التنوع معناه إن أنت يكون في ثقافات، خلفيات، مهارات أو قدرات مختلفة في جروب واحد. 44 بيقولي means given importance or respect by others،
معناها ان انت بتعطي معطى أهمية أو احترام من الآخرين، يعني الناس بيحترموك. ده valued يعني مقدر، انت شخص بتتقدر. ماشي. يبقى means given يعني معطى أو يعني انت الناس بتديك أهمية. 45 to encourage someone ان انت تشجع واحد means to give them support، ان انت تديهم دعم، confidence ثقة or hope او امل. 46 cooperation التعاون means working together peacefully to achieve common goals. التعاون يعني ان انت العمل معا بسلام لتحقيق هدف مشترك، common goal يعني هدف مشترك. بيقول لي اختار اختيارين من الخمسة. She is a highly respected scientist who inspires young researchers. researchers اللي هم الباحثين، يعني هي عالمة تحظى باحترام كبير وتلهم الباحثين الصغار. the synonym of respected يعني محترمة. طيب is عايز ايه الكلمة اللي بترادفها؟ esteemed يعني مقدرة، و valued يعني ذات قيمة. سؤال رقم 2. They worked together in full cooperation, avoiding any competition. The antonym of competition اللي هي منافسة أو مسابقة. عايز الانتونيم بتاعها عكسها، يبقى cooperation تعاون، و collaboration برضو تعاون أو عمل مشترك. 3. Our school organizes inclusive activities for all students. The synonym of inclusive قلنا inclusive يعني شامل. طيب عايز معناها comprehensive و universal يعني عام أو عالمي. ماشي. و comprehensive يعني واسع أو شامل. سؤال رقم 4. A lack of empathy can lead to misunderstanding and conflict. The antonym of empathy قلنا empathy اللي هو التعاطف، يبقى عكس كلمة تعاطف اللي هو الكريوليتي اللي هي القسوة، و indifference يعني اختلاف. طيب سؤال رقم 5. She is respected by her colleagues for her honesty and dedication. The antonym of respected قلنا احنا في سؤال رقم 5. طيب respected معناها محترمة. هو عايز الانتونيم بتاع respected dishonored و undervalued. ماشي. يعني مهانة وغير مقدرة undervalued، و dishonored يعني مهانة. سؤال رقم 6. A leader with empathy can understand the needs of their team. The synonym of empathy قلنا معناها تعاطف. طيب تعاطف ايه الكلمات اللي بترادفها في الخمس اختيارات دول؟ kindness اللي هي الطيبة، و sympathy برضو يعني تعاطف. سؤال رقم 7. The course is inclusive يعني الكورس شامل covering both theory and practice. The antonym يعني بيغطي كل من النظري والعملي اللي هو الثيوري والبراكتس. The antonym of inclusive عكس كلمة شامل limited يعني محدد و exclusive. ماشي. exclusive اللي هو حصري. سؤال رقم 8. inclusive communities help everyone feel valued. The antonym of valued قلنا valued يعني مقدر أو ذو قيمة. طيب عكس كلمة valued hated مكروه، worthless يعني عديم القيمة. سؤال رقم 9. The price includes tax and service charges. يعني السعر بيشمل الضرائب اللي هي tax and services اللي هي service charges اللي هي رسوم الخدمة. The antonym of include عكس كلمة include عكس كلمة يضمن أو يشمل exclude و leave out. يعني exclude يستثنى و leave out يستبعد. سؤال رقم 10.
students should show fairness during group activities. the opposite of يعني عكس كلمة fairness، قلنا fairness اللي هي العدل، عكس كلمة عدل اللي هو unfairness أو injustice. ماشي. injustice اللي هو طيب سؤال رقم 11 بيقول the nurse treated the patient with. treat with هنا treat جاية مع المريض. treat معناها يعامل أو يعالج، بس هي جاية مع المريض يعني عالجت. the nurse treated the patient with great care and kindness. هي عالجت المريض بعناية ورفق كبير، يبقى treat with. سؤال رقم 12 everyone should make an effort. make an effort يعني يبذل مجهود، يبقى make an effort to improve teamwork and cooperation. طيب سؤال رقم 13 بيقول students may feel left out if teachers forget to include them in group activities. يعني طلاب هيحسوا ان هم مستبعدين لو نسيوا المعلمون ان هم يخلوهم يشتركوا في الأنشطة الاجتماعية. ماشي. the scientist is a respected يعني العالم هو شخص respected person يعني شخص محترم who has contributed to many discoveries اللي شارك في العديد من الاكتشافات. ماشي. يبقى discovers اكتشافات. 15 teams will win a game only if they cooperate يعني الفريق هيكسب الجيم، هيكسب المباراة لو هو cooperate تعاون communicate أو and play strategically يعني لو تعاونوا وتواصلوا ولعبوا باستراتيجية. سؤال رقم 16 children will feel included يعني الأطفال هيحسوا إن هم مندمجين أو مشتركين يعني if teachers ensure activities involve every single student. لو المعلمون تأكدوا ان الأنشطة بتشمل كل طالب. 17 these traditions belong to معناها ينتمي إلى، يعني العادات دي أو التقاليد دي بتنتمي إلى تراثنا وثقافتنا اللي هي cultural heritage and history. ماشي. طيب سؤال رقم 18 بيقول students can show fairness by taking turns. يعني يمكن للطلاب إظهار العدل من خلال إيه؟ إن هم يتبادلوا الأدوار، يبقى taking turns تبادل الأدوار. ماشي. ده بيبقى expression إحنا بنحفظه على بعض. سؤال رقم 19 the antique ring is extremely valuable. يعني الخاتم الأثري is extremely valuable يعني ذو قيمة كبيرة جدا and should be handled carefully ويجب التعامل معه بحذر. The school introduced an inclusive play hour to ensure everyone joins activities equally. يعني قدمت المدرسة حصة introduced an inclusive يعني حصة لعب شاملة لضمان مشاركة الجميع بالتساوي، عشان يضمنوا ان كل واحد شارك في الأنشطة دي. سؤال رقم 21 during group activities participants will take turns to complete the tasks effectively. يعني أثناء الأنشطة الاجتماعية سيقوم المشاركون اللي هم participants يعني مشاركون. الكلمة اللي ما تعرفهاش شد تحتها خط واكتب معناها. participants اللي هم المشاركون will take turns يعني هيتبادلوا الأدوار علشان يكملوا المهمة بفعالية. سؤال رقم 22 an inclusive community makes people feel welcome. يعني المجتمع الشامل بيخلي الناس يشعروا ان هم مرحب بيهم، يبقى feel welcome يعني يشعر ان هو مرحب به. 23 volunteers can build friendship while helping people in local community services. يعني بيشعر volunteers can build يعني يمكن للمتطوعون friendship ان هم build friendship ان هم يبنوا علاقة. ماشي. يبقى build friendship يعني بناء علاقة
while helping أثناء مساعدتهم ال people in local community في المجتمعات المحلية community services. ماشي. community services اللي هي خدمات المجتمع المحلي. 24 visitors always feel welcomed، يعني بيشعر الزوار دائما بان هم مرحب بهم. in our school في مدرستنا because teachers greet them kindly، علشان المعلمون بيحيوهم بلطف. greet هنا معناها يحيي، مش great اللي هي عظيمة، التانية great، انما دي greet هنا يحيي double E. 25 his rude behavior يعني سلوكه الوقح. rude يعني وقح، behavior يعني سلوكه الوقح made everyone feel uncomfortable، يعني سلوكه الوقح ده خلى كل الناس او خلى الجميع بيشعروا بعدم الارتياح، يبقى uncomfortable اللي هو عدم الارتياح. طيب هنحل اسئلة الجرامر تانية ثانوي unit 1 part 1. سؤال رقم 31 بيقول if ice gets hot it not. طيب بيقول لو الايس اللي هو التلج ساح يبقى it melts. ليه؟ دي zero conditional. ليه؟ علشان دي حقيقة علمية. لو التلج سخن هو ايه؟ هيسيح. طيب zero conditional if وبعد كده بيجي مضارع بسيط والجملة التانية مضارع بسيط. طيب الايس ده مفرد علشان كده قلنا melts، حطينا الاس. سؤال رقم 32 if you look at the sky tonight، يعني لو انت بصيت للسماء الليلة you know at the stars. طيب انت في احتمالية انك تشوفهم وفي احتمالية انك ما تشوفهاش. هو ما ادانيش حاجة هتأكد ان انا اشوفها، هو بيقول لو انت بصيت للسماء الليلة انت هتشوف النجوم. طيب we'll see، ليه قلنا we'll see مش see؟ علشان هو بيقوله لو انت بصيت للسماء الليلة انت هتشوف النجوم، يبقى في احتمالية. طيب يبقى if ومضارع will والمصدر. سؤال رقم 33 بقى، بصوا الفرق. if you look at the sky at night بالليل، هو حدد له لو انت بصيت في السماء بالليل، طبيعي بالليل احنا كده كده بنشوف النجوم، فدي حقيقة علمية او عادة يعني. ماشي. يبقى دي زيرو كونديشنال اللي هي if ومضارع، والجملة التانية برضو مضارع بسيط، يبقى you usually see. سؤال رقم 34 if metals لو المعادن ساحت او اتسخنت هي هتتمدد expand يعني يتوسع او يتمدد. طيب طيب دي ايه؟ اول حاجه زيرو كونديشنال. ليه زيرو كونديشنال؟ علشان دي حقيقه علميه، لو سخنا المعادن هي بتتمدد. طيب يبقى if ومضارع بسيط والجمله التانية مضارع بسيط. طيب if metals، طيب الميتالز جمع، الجملة اللي بعدها تبقى مضارع بسيط. طيب ليه قلنا are heated؟ علشان هي جاية في الباسف. طيب الباسف بيتكون من ايه؟ am و is و are بلس البي بي، ده في المضارع البسيط. طيب are heated يبقى ليه قلنا are؟ علشان metals جمع، و are heated علشان ده passive. ماشي. 35 he will not do any work unless معناها إذا لم، يعني هو مش هيعمل أي عمل أو هو مش هيعمل العمل unless إذا لم you pay him first. إذا لم يعني إن أنت تدفع له الأول. ماشي. سؤال رقم 36 I not a headache if I spend too long on the computer. طيب دي عادة، أنا بحس بصداع لو أنا قعدت وقت كتير قوي على الكمبيوتر. طيب ده كده إيه؟ عادة، يبقى zero conditional، يبقى I get a headache يعني I مضارع بسيط عادي، الI بيجي معاها المضارع البسيط مش بناخد اس. ماشي، فهناخد get مش gets. و if ومضارع بسيط برضو if I spend. طيب 37 when you leave iron in the open air، لما انت تسيب الحديد في الهواء بيحصل له ايه؟ rusts اللي هو بيصدي. ماشي. يبقى دي كده ايه؟ حقيقة علمية، يبقى مضارع if
ومضارع بسيط، والجملة التانية مضارع بسيط، يبقى it rests. ليه حطينا الاس؟ علشان دي it. طيب 38 if you not in my shoes you would be happy like me. طيب عندنا if والماضي would والمصدر. طيب الجملة التانية احنا عرفنا منين ان احنا هناخد if والماضي where؟ علشان الجملة التانية would be، يبقى if والماضي اللي هي if you were would والمصدر. طيب سؤال رقم 39 if he read the newspaper he would know all the current news. طيب if والماضي would والمصدر. هتقولولي if he read. طيب read الماضي من read برضو، فانتوا هتقولولي طب احنا هنفرق ازاي ان احنا هنحط would؟ يعني عرفنا منين ان دي اصلا read الماضي مش المصدر؟ عشان كده حطينا would know. هو دلوقتي بيتكلم في حاجة مش حقيقية في الوقت الحالي. هو بيقوله لو انت قرأت الأخبار انت كنت هتبقى عارف الأخبار الحالية. ماشي، عشان كده قلنا if he read the newspaper he would know. طيب سؤال رقم 40 بيقول I am sorry، يعني أنا آسف. أنا لو كان عندي وقت فراغ free time I would have met you yesterday. أنا كنت هقابلك امبارح. طيب دي الحالة كام؟ الثيرد conditional. دي حاجة حصلت في الماضي، حاجة فاتت وانتهت خلاص. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له if I had free time I would have met you yesterday. طيب بالراحة كده، انا عرفت منين ان دي الحالة الثالثة؟ من الجملة التانية. لازم في جملة بتبقى كاملة بتبين لي انا هحط ايه الجملة الاولى. قلنا لو كانت الجملة التانية would والمصدر يبقى الجملة الأولى if والماضي، الجملة التانية would والمصدر. طيب هنا if وشايل لي وحاطط لي نقط، والجملة التانية would have بلس البي بي اللي هو التصريف الثالث، يبقى I would have met you اللي هي التصريف الثالث من ايه؟ meet يقابل. I would have met you. يبقى دي الحالة الثالثة. تكوينها ايه؟ الجملة الأولى if had بلس البي بي. طيب if I had يعني لو أنا كان عندي وقت. طيب if I had ليه قلنا اتنين had؟ واحدة اللي هي تبع الجملة أصلا تبع التكوين، يبقى if وهاد بلس البي بي. ايه البي بي بقى؟ اللي هي had التانية اللي هي التصريف الثالث من have. يعني if I had اللي هي التصريف الثالث من have يمتلك، يعني لو أنا كنت أمتلك وقت فاضي او لو انا كان عندي وقت فاضي. يبقى واحدة تبع تكوين الجملة وواحدة اللي هي المعنى بمعنى have يمتلك، التصريف الثالث بتاعها ايه؟ had. تمام. الموضوع بسيط، احنا بنشوف الجملة التانية ايه وبناء على كده احنا بنحدد احنا في الحالة الكام وبنحط على طول الماضي. يعني احنا دلوقتي بصينا على الجملة التانية لقيناها would have والبي بي، يبقى الجملة الأولى if had بلس البي بي. لقينا اتنين had عادي ولا اي حاجة تلخبطنا. احنا لو كنا اخترنا had واحدة يبقى احنا كده في حاجة ناقصة. if I had free time بس كده. طب فين الهاد اللي هي تبع اصلا تكوين الجملة؟ يبقى if I had. ماشي. طيب بيقول لي what not if you had missed the bus to work yesterday. طيب الجملة التانية موضحة لي، احنا هنحط ايه في الجملة الأولى وموضحة لي دي الحالة كام. ليه بيقول ايه؟ if you had missed. طيب الجملة التانية if had بلس البي بي اللي هي if had missed دي التصريف الثالث من miss. يبقى احنا كده في الحالة كام؟ التالتة اللي هي third conditional. ماشي. طيب يبقى الجملة الأولى هتبقى would have plus البي بي. يبقى what would you have done دي التصريف الثالث من do. ماشي. طيب سؤال رقم 42 if she not very rich لو هي كانت غنية she would have bought the expensive car. طيب لو هي كانت غنية هي كانت هتشتري عربية غالية. الجملة التانية would have plus البي بي، يبقى احنا كده في third conditional. يبقى الجملة الأولى if had plus البي بي، يبقى if she had been اللي هي التصريف الثالث من be اللي هي يكون.
تمام. فاحنا كده بنقدر من الجملة التانية نحدد الجملة الأولى، أو من الجملة الأولى نحدد الجملة التانية، وبس بنعرف احنا كده في الحالة الكام. سؤال رقم 43. I would have that mobile. طيب would والمصدر يبقى if وايه؟ if والماضي would والمصدر. الفكرة في الجملة دي ان هو عاكسها، جايب if في نص الجملة. يبقى I would have that mobile if I had enough money. طيب had دي الماضي من have، يبقى if والماضي would والمصدر اللي هو I would have. طيب بيقول في سؤال رقم 44. There is a possibility that Jack will be late. If so معناها يعني لو هو اتأخر I will take his place. طيب أنا ليه حددت إن دي الفيرست conditional؟ علشان في احتمالية، طالما في احتمالية إن الحاجة دي تحصل أو لأ، يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي هي if ومضارع والمصدر. ماشي، يبقى عشان كده أنا قلت I will take. سؤال رقم 45. Not our goalkeeper. We would have lost the match. يعني لولا حارس المرمى بتاعنا احنا كنا خسرنا. طيب دي الحالة كام؟ التالتة. ليه؟ علشان بيقول في الجملة التانية would have lost اللي هي would have والبي بي. يبقى الجملة الأولى if had plus البي بي. يبقى if it hadn't been التصريف الثالث من بي، و had الفكرة ان هي بس نفيناها فبقت hadn't. يبقى if had plus البي بي الجملة التانية would have plus البي بي. ناخد بالنا ما نقعش في غلطة ان احنا لقينا would have فقلنا would والمصدر، لا احنا نكمل الجملة would have lost. يبقى lost ده الفعل الاساسي، الفعل اللي متصرف للتصريف الثالث، يبقى would have والبي بي. ماشي، ما نقفش عند have ونقول دي would والمصدر يبقى الجملة الاولى if والماضي، لا. سؤال رقم 46. طيب هو هنا في 46 بيقول without taking a taxi يعني بدون التاكسي. you could have arrived late انت كنت هتتأخر. طيب هو بيحكي عن حاجة في الماضي بس احنا احتماليتها مش مؤكدة، يعني without taking a taxi بدون التاكسي انت كنت هتتأخر. طيب هنا في كود، يعني في احتمالية انت كنت احتمال تتأخر واحتمال لا برضو، بس دي حاجة في خيالنا احنا مش عارفين. احنا دلوقتي حاجة خلاص انتهت في الماضي، بس انا بكلمك بقولك انت لولا ما خدت التاكسي ده انت كنت هتتأخر، بس هل انا متأكدة ان انت هتتأخر؟ لا، علشان كده انا خدت كود. ماشي، يبقى you could have arrived late. طيب يبقى without بيجي وراها verb plus ing او noun. ماشي، وبعد كده الجملة التانية بتبقى يا would يا could يا might have plus البي بي. انا خدت ايه؟ could have plus البي بي، arrived هي البي بي، يبقى could have arrived late. لو كان عندنا would ما كناش هناخدها لان احنا في احتمال، فاحنا مش عارفين انت عادي انت ممكن ما تكونش خدت التاكسي ده بس ما تكونش اتاخرت، فاحنا عندنا هنا احتماليه علشان احنا كده خدنا كود. بس هو كده كده مسهلها علينا وجايب كود بس، مش جايب مثلا ود او كده. ماشي. طيب سؤال رقم 49. if at not for your mobile I couldn't phone the police for help. طيب الجملة التانية could والمصدر او would والمصدر، يبقى الجملة الاولى if والماضي would والمصدر. طيب would ينفع يحل محلها could، بس الفرق ان هي جاية couldn't يعني منفية عادي جدا، يبقى الجملة الاولى if والماضي اللي هي if it were منفية برضو if it weren't. سؤال رقم 50. if I had used clothes يعني لو انا عندي هدوم مستعملة يبقى if I had. طيب if والماضي would والمصدر I would give them the to charities أنا هديهم للجمعيات الخيرية. طيب سؤال رقم 51 بيقول his carriage not his carriage he wouldn't have been rewarded. طيب
احنا عندنا هنا بيقول his carriage على طول، يبقى في noun. ايه اللي بيجي بعدها noun او verb plus ing؟ without، يعني بدون شجاعته he wouldn't have been rewarded. في سؤال رقم 52 بيقول write down your name on your book in case you lose it. طيب بيقول اكتب اسمك تحسبا ان هو يضيع، يبقى in case معناها تحسبا او احتياطي ان هو ان انت تضيعه او تفقده in case you lose it. طيب في سؤال رقم 53 المفروض هنا في غلطة، المفروض ان هي تبقى where عادل be taller he would join the basketball team. طيب الجملة التانية فيها would والمصدر، يبقى الجملة الأولى if والماضي would والمصدر. طيب الجملة الأولى المفروض كانت تبقى if عادل where taller، ماشي. طيب احنا الجملة أصلا مش تركيبها كده عادل where taller، يبقى الجملة هتبقى ايه؟ where عادل be taller، يبقى where هنا هتحل محل if، معناها لو عادل كان أطول هو كان هينضم لفريق كرة السلة. طيب سؤال رقم 54 نفس الكلام، not they had much time they would have studied better. يبقى دي الحالة التالتة، ليه؟ علشان would have plus البي بي would have studied. يبقى الجملة الأولى المفروض تبقى if had plus البي بي. طيب احنا عندنا لو احنا حطينا if they had much time يبقى كده في had ناقصة، had دي بمعنى يمتلك، اللي هي صرفناها خليناها had، تمام كده. طيب في had ناقصة اللي هي had في تكوين الجملة، المفروض تبقى if they had much time، صح كده؟ طيب had دي ناقصة أصلا، فهنا تكوين الجملة متغير، فاحنا شلنا if وحطينا بدلها had. يعني هو لو كان عنده وقت أكتر او هم لو كان عندهم وقت اكتر they would have studied better، هم كانوا هيذاكروا احسن. يبقى had هنا حلت محل if، و where الجملة رقم 53 where حلت برضو محل if. ليه؟ علشان الجملة نفسها فيها تركيبها مختلف، فاحنا خلينا where تحل محل if و had تحل محل if، والاتنين ينفعوا في الحالة دي. طيب في سؤال رقم 55 بيقول walking is useful I will practice it. يعني if walking is useful يعني لو المشي مفيد I will practice it يعني أنا همارس المشي ده. طيب if he had broken bones he couldn't walk for his work. يعني لو هو كان مكسور هو مش هيقدر يروح العمل بتاعه، يبقى if والماضي would والمصدر أو couldn't اللي هي بتحل او could اللي هي بتحل برضو محل would، يبقى couldn't. يعني في احتمالية ان هو يروح وفي احتمالية برضو ان هو ما يروحش لو هو كان مكسور، ماشي. uh, if if I were you I would work to a plan. The sentence means you should work to a plan. يعني لو انا كنت مكانك انا كنت I would work to a plan، انا كنت هعمل بخطة. the sentence mean you should work to a plan، انت لازم تعمل بخطة. if I were tall enough لو انا كنت طويل كفاية I would join the police، انا كنت هنضم للبوليس. this means that I not tall enough I'm not tall enough. هو بيقول لو انا كنت طويل انا كنت هنضم للبوليس، فهو اكيد كده مش طويل I'm not tall enough. if I spoke German I would ask German tourists about their favorite food. this means I don't speak German. هو بيقول if I spoke German لو أنا كنت بتحدث إنجليزي I would ask German، يبقى لو أنا كنت ألماني، لو أنا كنت بتكلم ألماني أنا كنت هسأل السياح الألمانيين. طيب يبقى أنا كده أصلا إيه؟ مش بتكلم ألماني، يبقى this means I don't speak German.